Okay, please. Are you speaking today? On Monday. Monday. On Monday. So you will enjoy the weekend here. Yeah, I'm enjoying the weekend because my president was supposed to speak the first day, and he had to, because of national commitments, he has to postpone. الله الله على مواقف الجزائر، الله الله على بلد الأحرار، الله الله يا بلد العزة. قسما بالله نحن فخورين فيكم، قسما بالله يا أبناء الجزائر إنه إحنا أبناء فلسطين نفتخر ونعتز في مواقفكم الثابتة، مواقفكم الشريفة اتجاه القضايا العادلة. الله شاهد على ما نقول عندما نرى مواقفكم اتجاه كل القضايا. الله شاهد الله شاهد على ما نقول. قسما بالله إن مواقفكم يا أبناء الجزائر مواقف رجولية. دائما نحن تعودنا بأن نرى الجزائر بمواقفها الثابتة، بقراراتها الصائبة، بقراراتها الرجولية. الله عليكم يا بلد الأحرار، الله عليكم يا بلد المليون ونصف المليون شهيد، شعبا وحكومة تاج على رؤوسنا يا أبناء الجزائر. تقبلوا شكر ابن فلسطين يا أبناء الجزائر الأحرار، ووصلوا سلامي إلى الجيش والشعب والحكومة وكل ما هو جزائري. أتمنى أنه تقصوا هذا المقطع وتبعتوه إلى أحرار العالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على قناة أحمد عودة من فلسطين. كل التحية والتقدير إلى المشاهدين الجدد، كل التحية والتقدير لكل شخص بتابعنا في جميع أنحاء العالم، وبنخص بالذكر أحرار العالم. كل التحية والتقدير إلى الشعب الجزائري على مواقفه الثابتة اتجاه القضايا العادلة واتجاه بلدي الحبيبة العزة. نخص بالذكر الشعب الجزائري التي ما زال يدعم العزة وعلى مواقفه الرجولية. نعم، إنكم أحرار العالم. ولكن عزيزي المشاهد، أتمنى منك فقط دعم هذه الحلقة من خلال زر أعجبني وزر الاشتراك، وقم بمشاركة هذا الفيديو لأصدقائك ولعائلتك من أجل توصيل صوت ابن فلسطين وعلشان يصلك كل جديد. ما بدي أطول عليكم أكثر بالكلام، دعونا نتوجه ونشاهد هذا الفيديو. بعد قليل فيديو سيسبب حرقة بقلوب المطبعين وأعداء الجزائر. ابقى معنا عزيزي المشاهد بعد هذا الفاصل، وبعدها سوف نشاهده سوا. ولكن إذا بعز عليك العلم اللي وراي، ما تنسى تدعمني من خلال زر اللايك، تشترك في القناة، تفعل زر الجرس. إن دعمتونا فجزاكم الله كل خير في ميزان حسناتكم، وإن لم تدعمونا فالله المستعان. دعونا نشاهد أعزائي المشاهدين. Okay, please. Are you speaking today? On Monday. Monday. On Monday. So you will enjoy the weekend here. Yeah, I'm enjoying the weekend because my president was supposed to speak the first day, and he had to, because of national commitments, he has to postpone. يواصل رئيس الدبلوماسية الجزائرية أحمد عطاف صولته وجولته بين أروقة الأمم المتحدة وتحت قبة مجلس الأمن، أين تفاعل العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي على الطريقة التي استقبل من خلالها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لنظيره الجزائري أحمد عطاف، وهي نفس المشاهد التي عكست اللقاء الحار الذي جرى بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الجزائري قبل أيام. اللقاء القوي يعكس فعلا قوة العلاقة الجزائرية الروسية المبنية على الاحترام المتبادل للبلدان. دعونا ننوه في هذا الفيديو على شيء مهم جدا.
بأن الجزائر قراراتها هي الصحيحة، وكل من يعترض قرارات الحكومة الجزائرية فهو يؤيد التطبيع دائما. فالجزائر مواقفها حاضرة في كل مكان، فالجزائر هي مصنع الرجال وبلد الأحرار والثوار، فنحن نفتخر بالجزائر. فهذا التنويه مهم بأن الجزائر قراراتها هي الصحيحة 100%، ونحن مع قرارات الجزائر. ما تنسى عزيزي المشاهد، إذا بدك توصل صوت ابن فلسطين اضغط لي على زر الأعجبني وزر الاشتراك من أجل توصيل صوت ابن فلسطين. دعنا نستكمل الحلقة وبعدها سوف نعود لكم. اللذان تربطهما علاقات تاريخية واستراتيجية. وفق مراقبين فإن طريقة الاستقبال التي حظي بها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف من طرف نظيره الروسي لم تكن هي نفسها التي حظي بها الوزير المغربي ناصر بوريطة، أين تعمد سيرجي لافروف استقبال بوريطة بشكل عادي عكس نظيره الجزائري أحمد عطاف. ويأتي هذا اللقاء في وقت حاول فيه البعض تلغيم العلاقات التاريخية بين روسيا الاتحادية والجمهورية الجزائرية من خلال نشر الأكاذيب والمغالطات وتداول تصريحات مغلوطة منسوبة لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اتجاه الجزائر، خاصة من طرف النظام الإماراتي والمغربي اللذان يحاولان خلق الأزمات والصراعات بأي شكل من الأشكال. انفراد الوزيرين ببعضهما البعض داخل غرفة مغلقة يعكس فعلا أهمية التشاور الثنائي بين روسيا والجزائر في ظل ما يعيشه الشرق الأوسط والعالم من أزمات، وهو اللقاء الذي يأتي قبل أيام من انعقاد قمة البريكس بروسيا، حيث تم توجيه دعوة للجزائر من أجل المشاركة في القمة المرتقبة شهر أكتوبر الداخل. هذا ويستغل أحمد عطاف تواجده في نيويورك للتضييق على محور وكشف مخططات النظام المغربي العميل للكيان وفتح ممارسات ناصر بوريطة الذي لم يجد ضالته في نيويورك بسبب قوة الدبلوماسية الجزائرية وتحركات الوفد الجزائري الذي لم يترك المجال لناصر بوريطة والمهرج عمر هلال. مثل ما رأينا عزيزي المشاهد في هذا الفيديو معنا لليوم كان يعني من الفيديوهات القوية اللي انتم تعودتوا عليها، فيديو يحمل رسالة جدا قوية إلى أعداء الجزائر والمطبعين. فنحن ما بدنا نتكلم كثيرا عن إنجازات الجزائر، ولكن هي حاضرة ومواقفها الرجولية الثابتة دائما هي قرارات أو هي لا أستطيع الوصف على هي رائعة جميلة. مواقف الجزائر رجولية، هي الجزائر غنية عن التعريف، قسما بالله إنه نحن لا نجامل. بقت الجزائر جزء من يومنا حتى في الظروف اللي احنا بنعيشها. الجزائر دائما معنا في أسوأ الظروف، حتى الجزائر معنا، الجزائر قولا وفعلا. الجزائر دائما ستبقى هي من تحتضن القضية وهي المساندة إلى القضية. ولكن في هذا الفيديو نرى بأن الجزائر تصدر قرارات أو الجزائر ثابتة على مواقفها. عزيزي المشاهد، يمكنك التعبير عن رأيك بحرية في صندوق التعليقات. عبر لي عن رأيك بحرية، وما تنسى إذا بدك توصل صوتي اضغط على زر الاشتراك وزر اللايك وقم بنسخ الرابط من أجل توصيل صوت ابن فلسطين فضلا وليس أمرا. إذا حاب تدعمني وصل لي صوتي. وأيضا بدي أتشكر في هذا الفيديو في قناتي المتواضعة، بدي أتشكر الأحرار والشرفاء اللي بعلقوا عندما نقوم برفع الفيديو بعد لحظات. فأنتم قسما بالله أنتم أساس النخوة والعزة والكرم والرجولة والجود. فالله يجزيكم كل خير، والداعمين المنتسبين، كل شخص دعمني
سواء في زر لايك أو اشترك أو علق. كلكم قسما بالله انكم تاج على راسي وجزاكم الله كل خير، ولكن هذا الفيديو والقناة في آخر فترة قسما بالله تتراجع، فأنا محتاجكم جنبي في هاي الفترة، ففضلا وليس أمرا ساندوني ووقفوا جنبي وما تتخلوا عني. فإذا كنت بتشاهدني من البيت أو العمل أو المنزل أو السيارة أو الشارع فكل الاحترام إلك، أو إذا على الجهاز اللوحي أو على التلفزيون فحياك الله، وشكرا لكم على مشاهدة ابن فلسطين. وبحب أتشكركم على دعمكم المتواصل حتى لو بتشاهدني، شكرا لك، فهذا من لطفك وذوقك بأنك تدعمني وتقدر تعبي ومجهوداتي اتجاه المحتوى الهادف الذي نقوم بتقديمه على القناة. فلتحيا الجزائر بشعبها ورئيسها وجيشها، تحيا الجزائر وعاشت فلسطين حرة عربية. بنهاية هذا الفيديو من قناة أحمد عودة ابن فلسطين بحب أتشكركم على المشاهدة. كان معكم أخوكم أحمد عودة ابن فلسطين، وعاش اقتراب الجزائر، دمتم في حفظ الله ورعايته. انتظرونا في حلقات قادمة بإذن الله.